اكتر حاجه بيتضايق منها المونتير في الدنيا ان الجهاز اللي شغال عليه يكون بطيء. بس النهارده انا جاي اقول لك على طريقه تخليك تمنتج فيديوهات ال 8K على جهازك مهما كان بطيء او قديم. بس انا مش عايزك تشوف الدرس وتجري، عايزك تنزل دلوقتي تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتجهز المشروب بتاعك وتتابع الدرس ده لغايه النهايه. اهلا يا شباب، زي ما اتفقت معاكم في المقدمه ان انا جاي اتكلم معاكم النهارده ازاي نقدر نمنتج الفيديوهات بتاعتنا مهما كان الكواليتي بتاعها، حتى لو هي 8K صعبه جدا تقدر تمنتجها على الكمبيوتر بتاعك حتى لو هو بطيء او قديم. تعالوا مع بعض نتعرف على الطريقه، بس حابب اقول لكم في البدايه كده ان كل الداتا اللي انا بشتغل عليها، الفيديوهات اللي انا هجيبها دلوقتي واشتغل عليها، هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف او في الديسكربشن علشان تطبقوا معايا اثناء الشرح بتاعي في الدرس. خليني بدون ما اتكلم كتير كده ادخل على بريمير واشوف هنعمل ايه مع بعض. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي على البروجكت كده وهتبتدي تجيب الملفات بتاعتك اللي هي ال 8K من بره بالمنظر ده، واجي هنا كده اعمل امبورت. هتلاقيها دخلت بالشكل ده. لو دوست على الفولدر هتلاقي جواه في 4 ملفات بالمنظر ده. حابب تتاكد ان الملفات اللي انت جبتها دي 8K فعلا، هتدوس على اي واحد فيهم كليك يمين كده وهتيجي على بروبرتس من تحت كده. هتلاقي فعلا ان الملفات دي 8K. ادي الايمج سايز هنا 7860 او 80 7680 في 4320، وده طبعا الريزوليوشن بتاع ال 8K. فطبعا التعامل مع الملفات دي صعب جدا جدا جدا، مفيش كمبيوتر يقدر يتعامل معاها. اي كمبيوتر هيبقى الموضوع صعب عليه. ده بالعكس، ده انا هتقل على الكمبيوتر اكتر كمان، وهحط الملفات دي كلها في حاجه واحده. يعني انا هشتغل على الاربعه مع بعض في تراك واحد على التايم لاين، فطبعا الكمبيوتر هيموت مني. بس تعالوا نشوف ازاي نحل المشكله دي. بصوا كده، هاجي اعمل سيلكت على ال4 ملفات مع بعض وهدوس كليك يمين واقول له كرييت مالتي كاميرا سورس سيكونس واقول له اوكي. طيب يعني ايه مالتي كاميرا اصلا؟ هو ينفع ان انا اعمل مالتي كاميرا؟ انا كنت شارح درس قبل كده ان انت ينفع تعمل مالتي كاميرا حتى لو انت مش مصور بمالتي كاميرا جوه ادوبي بريمير برو، علشان تقدر ان انت تختار اللقطات اللي انت عايزها على طول بمنتهى السهوله. هسيبه لكم دلوقتي في الاي اللي هتظهر من فوق. ادخلوا على الدرس، الدرس مفيد جدا جدا وهيديكم تريكات حلوه كده في ادوبي بريمير برو. طيب اللي انا عملته دلوقتي يا شباب ان انا ضميت الفيديوهات كلها مع بعض في كانهم فيديو واحد، فالموضوع هيبقى اضعاف يعني. هيبقى الموضوع تقيل جدا. لو جيت سحبت الملف اللي انا حطيته ده على التايم لاين بالشكل ده، بصوا كده لما اجي اعمل بلاي هنا، طبعا انا شايف يعني فيديو واحد. لو انت حبيت تشوف ال4 فيديوهات مع بعض هتيجي تدوس على العلامه اللي تحت الشاشه هنا كده وتقول له مالتي كاميرا. هيظهر معاك ال4 فيديوهات مع بعض وتقدر ان انت تقطع وتختار اللقطه اللي انت عايزها. لو كبرت شاشه كده بصوا، بصوا بقى الصعوبه هنا. الموضوع تقيل بطريقه رهيبه، بيقول لك ميديا بيندنج هنا. الموضوع يعني مش قادر يشتغل خالص. شايفين مهما حركت في الانديكيتور، وحتى لو انا حركت ببطء كده، لو دوست على السبيس وابتديت ان انا اعمل بلاي، بصوا التقطيع. بصوا هنا دي بتجري والفيديوهات بتاعتي واقفه ما بتعملش اي حاجه. طبعا غصب عنه لانه الفيديوهات تقيله جدا. طب ايه حل بقى المشكله دي؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحل بسيط جدا، وعايز اقول لك ان الحل اللي انا هعمله دلوقتي، سواء انت بقى نزلت مالتي كاميرا او عملت مالتي كاميرا على التايم لاين او قبل حتى ما تعمل المالتي كاميرا، يعني حتى لو انت جايب الفيديوهات بتاعتك من بره تقدر تعمل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي على طول. او لو انت يعني منتجت الكلام ده او نزلته كده وابتديت تقطع فيه برضو تقدر تعمل الخطوه دي، مفيش مشكله، ما تقلقش يعني. هاجي ادخل على الفولدر اللي هو حطه لي هنا اللي هو البروسيسد كليبس دي. هبتدي ادخل عليه بالمنظر ده، هلاقي ان ال4 فيديوهات موجودين عندي بالمنظر ده. هاجي اروح اعمل سيلكت عليهم كلهم بالشكل ده وهدوس كليك يمين واقول له هنا كده بقى بروكسي. ده بقى الماجيك او ده السحر. انا دلوقتي هحول الفيديوهات بتاعتي لكواليتي ضعيف جدا اشتغل عليه، وبعد كده قبل ما اخرج الفيديوهات دي للفاينل بقى الكواليتي بتاعتي لازم ارجعهم لوضعهم الطبيعي. يعني قبل ما اخرج الملفات دي كفيديو واحد يعني اتمنتج وخلص، لازم ارجعهم لوضعهم الطبيعي، وده هنشوفه دلوقتي. بس دلوقتي هاجي ادوس على كلمه بروكسي من هنا كده واقول له كرييت بروكسيز هنا كده. وهنا في خطوه بقى مهمه جدا، لازم يكون عندك برنامج اسمه ادوبي ميديا انكودر. ده برنامج مستقل عن ادوبي بريمير، ده برنامج لوحده بينزل من ادوبي. ولازم هنا بقى الخطوه الاهم بقى ان لازم البرنامج بتاع الميديا انكودر يكون نفس الفيرجن بتاع ادوبي بريمير برو، علشان هو دلوقتي هيبعت الملفات دي للميديا انكودر. فلازم يكون نفس الفيرجن. يعني لو انت شغال على ادوبي بريمير 2024 يبقى لازم الادوبي ميديا انكودر يكون 2024، وهكذا. لو انت شغال على 2023 يبقى لازم الميديا انكودر يكون 2023. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه هنا في القائمه اللي ظهرت اللي هي بتاعه البروكسي. هنا بيقول لك الفريم سايز في فول وفي هاف وفي كوارتر. طبعا الفول دي اعلى حاجه، الهاف المتوسط، بعد كده الكوارتر اللي هي اقل. بعد كده عندي حاجه اسمها الكاستم، وانا انصحك انك تعمل كاستم وتكتب الرقم اللي انا كاتبه هنا ده اللي هو 640 في 480. الرقم اللي انت كتبته ده
ده طبعا العرض في الطول. تمام. الرقم ده بيشتغل على اي كمبيوتر مهما كان الكمبيوتر بتاعك ضعيف او بطيء او قديم. فخليك دايما اشتغل بالرقم ده لما تحول للبروكسي، هتلاقي الموضوع سلس جدا معاك زي ما انت هتشوف دلوقتي معايا. خلاص، فده مهم جدا. هنيجي بعد كده على حاجه اسمها البريسيت. هنا كده لو دوست عليها بيقول لي في حاجه اسمها اتش 264. طبعا هنا ده البريسيت اللي انت بتختاره، تقدر تختار كويك تايم او اتش 264 ام بي 4. لو ما لقيتش عندك الكويك تايم، لانه الكويك تايم ده مدعوم من ابل، تقدر تنزل برنامج اسمه كويك تايم. تدخل على جوجل وتكتب كويك تايم، هينزل لك برنامج، وهتلاقيه بعد ما نزلته وسطبته او عملت له انستول ابتدى يظهر في الاختيارات اللي موجوده عندك. طيب انا ما عنديش البرنامج ومش حابب ان انا انزله، عادي اضغطه بالام بي 4 عادي جدا. ولكن لو انت ضغطته بالكويك تايم، يعني الاختيار بتاع الكويك تايم هيبقى سلس اكتر في الشغل معاك، يعني هيبقى سهل جدا في الشغل معاك. والام بي 4 برده سهل، يعني مش هتلاحظ فيه مشكله، بس الكويك تايم قصدي ان هو يعني هيبقى سلس بطريقه رهيبه جدا. فخليني اعمل اتش 264 كويك تايم هنا كده، وهاجي هنا كده في الاختيار ده بيقول لك الديستنيشن او المكان اللي هتحط فيه البروكسي بتاعك. فانا دايما بختار نيكست تو اوريجينال ميديا. يعني ايه نيكست تو اوريجينال ميديا؟ يعني لو انا جايب الملفات بتاعتي دي من الداونلود، هنا انا حاططها في فولدر الداونلود، ال 8 كي موجود هنا كده، هتلاقيه ضاف لك فولدر جنب الفيديوهات الاساسيه اسمه بروكسي، ويحط لك البروكسي ده جواه. انا ليه بحب اعمل الفكره دي؟ علشان يبقى كل الفيديوهات مع بعض ما تلخبطش. لو انا حابب ارجع للبروكسي بجيبه، لو انا حابب ارجع للفيديوهات الاصليه بجيبها. لكن لو انت مش حابب كده وحابب تحطهم في مكان جديد، تقدر تختار الاختيار التاني اللي موجود هنا وتدوس على البراوز هنا وتختار المكان الجديد. ولكن انا عن نفسي انا بحب احطه جنب الميديا الاساسيه. بس يا معلم، كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوس اوكي كده، وهتلاقي الماجيك حصل دلوقتي. كل اللي هيعمله دلوقتي ان هيفتح لك الادوبي ميديا انكودر ويبتدي يحول لك الملفات دي للبروكسي. تعالوا نشوف كده، بيقول لك كرييت بروكسي جوبز هنا كده. ممكن الموضوع يطول معاك شويه او يكون سريع على حسب امكانيات الجهاز بتاعك. فخلينا نبتدي نحاول كده ونشوف هنعمل ايه. بصوا كده، لو فتحت الميديا انكودر هتلاقيه فتح معاك. بص حتى الكمبيوتر تقيل ازاي، لما 8 كي بقى ملفات 8 كي، هو هنا ابتدى يحول الملفات. كل الملفات اللي هتتحول هيدي لك عليها علامه صح بالمنظر ده، والملفات اللي لسه ما اتحولتش هتلاقيه لسه كده بيبتدي يحولها. فخليني اسيبكم دلوقتي بعد ما يتحول نشوف هياخد وقت قد ايه وارجع لكم تاني. طيب يا شباب، انا رجعت لكم بعد ما خلص، وهو اخد حوالي 3 4 دقائق كده عقبال ما خلص، ما طولش، ومديني العلامات الصح كلها كده، معناها ان كلها اتحولت للبروكسي. تعالوا ننزل الميديا انكودر تحت كده، وهنلاحظ هنا كده انه الفيديوهات اللي انا حاططها او المالتي كام اللي انا حاطه على التايم لاين او السيكونس موجود عليه علامه البروكسي بالمنظر ده. هل كده اتاكتيفت؟ لا، خلي بالك، لو جيت اشتغلت برضه هتلاقي الموضوع تقيل. بص تقيل جدا جدا جدا، لسه البروكسي ده ما اتاكتفش جوه ادوبي بريمير برو. ازاي بقى باكتفه واقدر اتعامل مع الملفات الصغيره اللي طلعت بره دي؟ بصوا كده، هتلاقي في برضه هنا علامه ظهرت كده، علامه البروكسي. طيب حلو جدا. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي على شاشه البروجرام اللي انت شغال عليها من تحت كده، هتلاقي في علامه البلس اللي موجوده هنا. لما تدوس عليها بالمنظر ده هتلاقي في العلامه دي اللي هي مكتوب عليها توجل بروكسي. كل اللي انت هتعمله ان انت هتسحب العلامه دي تحطها تحت الشاشه بالمنظر ده، وهتدوس اوكي. بعد كده مجرد ما هتدوس على العلامه دي هيعمل بقى ايه؟ هيحول من الفيديو الاساسي للفيديو البروكسي. تعالوا نجرب. لو انا دوست على العلامه دي كده، الفيديوهات بتاعتي كلها هتتحول للبروكسي. فلو جيت اتعامل معاها، حتى البروكسي هنا نور باللون الازرق كده، لو جيت اتعامل مع الفيديوهات دي دلوقتي، بصوا بقى السلاسه اللي هتحصل. بصوا شايفين بصوا شفتوا الفرق اللي حصل ما بين الاول ودلوقتي؟ يعني الموضوع سهل جدا. طيب تعالوا نقطع بقى. لو انا عايز اعمل بلاي كده وابتدي اقطع، الموضوع سهل جدا اهو. هبتدي اقطع براحتي خالص اهو، قطع زي ما انت عايز اهو. الفيديوهات كلها بتتقطع بمنتهى السهولة، سهل جدا الموضوع اهو. بص كده، وبعد كده بدوس ستوب. طيب بعد ما قطعت وخلصت وكل حاجة، تيجي بقى قبل ما ترندر الفيديو بشكل نهائي بره، هتخرجه بره بقى وان كليب، تبتدي تشيل العلامة دي وترندر زي ما انت عايز علشان ما يطلعش بالكواليتي الضعيف. طيب حلو جدا. بس قبل ما اشيل العلامة دي عايز اتأكد معاكم من حاجة كده. خلينا ارجع الشاشة لوضعها الطبيعي. تعالوا يعني اوريكم الفرق. بصوا كده، لو انا جبت مثلا فيديو زي ده ماشي ودخلت عليه زوم انا لسه مأكتف العلامه بتاعه البروكسي، يعني انا دلوقتي شغال على الملفات الضعيفه. لو جيت دخلت زوم على المشهد ده كده وجبت الشمس اللي هي طالعه دي، بصوا شايفين البكسله اللي حاصله؟ لان ده الفيديو القليل اللي انا عملته بروكسي. لو شلت العلامه دي عشان يعني ااكد لكم المعلومه اهو، لو شلت العلامه دي بصوا البكسله راحت
جدا، لانه هنا ده الملف ال 8K. يبقى لما بتحط العلامه دي بيرجع للفيديو القليل جدا، لما بتشيل العلامه دي بيرجع للفيديو الاساسي. فانت قبل ما تخرج الفيديو لازم تشيل العلامه اللي موجوده هنا. يبقى انا كده اطمنت ان الفيديو بتاعي الاساسي هو اللي شغال والبروكسي مقفول كده، وابتدي ان انا ارندر. طيب لو انت مش يعني قلقان برضو لسه خايف لا تطلع الملفات البروكسي، كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تعمل سيلكت على كل الفيديوهات دي كده اهو، وتيجي على البروكسي وتقول له ديتاتش بروكسيز، يعني سيب او افصل البروكسي خالص. انا مش عايز البروكسي تاني، خلاص انا منتجت الفيديوهات بتاعتي وخلاص مش محتاج البروكسي مره تاني. فلو دوست كده هتلاقي علامه البروكسي كلها اختفت من هنا، والبروكسي اختفى من هنا، وانت عندك ده الفيديو الاساسي اللي ال 8K اللي انت مطمن ان انت هتخرجه بشكل مظبوط. طيب لو احتجت يعني اكتف البروكسي تاني، برضو هتيجي تدوس كليك يمين كده، تدخل على البروكسي وتدوس له كده اتاتش بروكسيز. لو دوست كده اهو بتقول له فين ملفات البروكسي، بتيجي تعمل اتاتش كده وتقول له مكانها فين. احنا حاطينها فين يا شباب؟ حاطينها في الداونلود، فخليني اجيبها كده من الداونلود. موجود فين؟ موجود هنا، موجود في اليوزر، موجود في بيتر، موجود في الداونلود، موجود في ال 8K، موجود في البروكسي. باجي اروح اعمل سيلكت على الكلام ده واقول له اوكي، فكده هيرجعها لي تاني للبروكسي. يبقى حبيت تربطهم بالبروكسي تاني، حبيت تفكهم، الموضوع سهل وبسيط جدا. بتمنى يا شباب الدرس ده يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، وبتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زرار الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وكمان اللي عنده اي تعليق يا ريت يكتبه لي في الكومنتس. شكرا ليكم واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي بريمير برو.